السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة الفيديو شيق شوية، قوي شوية، فيه معلومات ونصائح مهمة جدا جدا. هيتكلم عن اكتر حاجة مهمة في حياتنا، ومهمة ان احنا نحافظ عليها ونواظب عليها، وان احنا نسعى دايما نكون افضل فيها، لان هي الحاجة الوحيدة اللي هتوقفنا على رجلينا في الحياة. ايه هي؟ يلا بينا نعرف موضوع النهاردة بيتكلم عن ايه. هنتكلم النهاردة عن أهم ركن في حياتنا، وهي الصلاة. ناس كتير جدا بتتكاسل عن الصلاة، ناس كتير جدا بتحط الصلوات فوق بعضها، ناس كتير جدا بتقول أنا مش عارف إن أنا أواظب عن الصلاة، أنا مش عارف إن أنا أبطل كسل عن الصلاة، أنا مش عارف إزاي أبقى ملتزم في الصلاة. انا كل ما اصلي بقطع، انا كل ما بصلي صبح وما صليش ظهر، بصلي صبح وظهر وما صليش باقي اليوم، بصلي كله وباجي على العشاء بنام وبكسل وما ببقاش عايزه اصلي، بصلي كله ما بقدرش اصلي الفجر. طيب ايه هو الهدف من الفيديو؟ ان احنا ازاي نحفز نفسنا، وايه هي الحاجات اللي تخلينا نقدر ان احنا نتلاشى الكسل، ونتلاشى الخوف، ونتلاشى كل حاجة بتخلينا مش قادرين ان احنا نلتزم وننتظم. حبة نصائح، حبة معلومات لو عملتوهم ان شاء الله ربنا يقدركم ويقدرني ويقدر كل الناس ان هي تقدر ان هي تلتزم. وده عن تجربة شخصية، حاجات انا جربتها وعملت فعلا مفعول ونتيجة قوية جدا. مبدئيا كده، اول ما هتكلم عن الصلاة لازم اعرف ان الصلاة هي عماد الدين، الصلاة هي عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ده اول حاجة كده بطريقة مبسطة جدا عن الصلاة، ان الصلاة ديت لما انت بتصليها هي بتفيدك في حياتك، هي اقامة لنفسك ولدينك ولثقتك ولإيمانك، وان انت توصل لربنا ان انا ايه، انا مسلم، انا بعمل اهم ركن في الاسلام وهو الصلاة. عايزين برضو كمان نعرف ان الصلاة فرض، الصلاة فرض على طبعا كل مسلم عاقل وبالغ، الصلاة فرض على كل مسلم عاقل بالغ. تمام كده؟ الصلاة مفيش حد يقدر يقضيها عنك أبدا غيرك، وربنا سبحانه وتعالى يسر لنا الصلاة لدرجة ان احنا نقدر نصلي واحنا واقفين مش قادرين، واحنا قاعدين مش قادرين، واحنا نايمين مش قادر بعينك مش قادر بقلبك. وطبعا ده كان حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا مفر من الصلاة. واقف مش قادر وتعبان صلي وانت قاعد، ان عندك ظرف ومريض او عذر وما بتقدرش تقعد وانت على جنبك مش قادر وكل حواسك وقفت لأسباب مرضية بعينك، مفيش اي حاجة في جسمك قادرة تشتغل بقلبك. وده اكبر دليل ان الصلاة فرض علينا، وان مفيش حاجة ابدا تقدر ان هي تقضيها غير ان احنا نصلي، لازم ان احنا نصلي. طيب عايزين كمان نعرف حاجة مهمة جدا تشجعنا على الصلاة. عايزين نعرف ان الصلاة هو لقاء بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنقابل ربنا في اليوم 5 مرات، فتخيلوا ان انتوا بتقابلوا اكتر حد حنين، واكتر حد رحيم، واكتر حد في ايده مفاتيح السماوات والارض، وفي ايده رزقك، وفي ايده صحتك وسترك وحياتك، وفي ايده كل حاجة. فانت تقدر تطلب منه اي حاجة في ال5 اوقات دول، وطبعا في اي وقت من الاوقات اللي موجودة طول اليوم. فعايزين نعرف ان ده لقاء ربنا فعلا بينادي فيه علينا ان احنا نروح نقابله. فعايزة اقول حاجة مهمة جدا، تخيلوا كده انت مثلا قاعد في البيت، وفي حد مثلا من اهلك بينادي عليك، باباك مامتك اخواتك، اول ما بينادوا عليك بتقول ايه؟ بتقول نعم، بتقول حاضر. لو مامتك شخطت شوية او باباك شخط شويتين بتعمل ايه؟ بتقوم جري تشوفه عايز ايه، بدون ادنى مقارنة.
الأذان اللي بيأذن في الخمس صلوات هو نداء من ربنا للعبد إن ربنا عايز يقابلك، عايز يشوفك. فتخيل بقى ربنا بيقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، وانت قاعد ولا في دماغك اصلا ان انت تقوم. لما الاذان يخلص، لما مش عارف اخلص المسلسل، لما اخلص التليفون اللي في ايدي، لما الاكل اللي في الفرن يستوي هبقى اقوم اصلي. طب اشوف الحتة ديت، طب مش عارف ايه، مبررات مبررات مبررات. ومحدش متخيل ابدا ان الاذان ده، ان انت اصلا وانت بتسمعه كده تحط في مخيلتك ان ربنا بينادي عليك، اتصال ما بين العبد وربه، انه يلا بقى ايه، يلا عشان نتقابل، يلا علشان في حوار هيبقى بيني وبينك دلوقتي. سورة الفاتحة هي حوار ما بين العبد وربه، انت بتقول وربنا بيرد عليك فيها. فتخيل ان ده اعظم لقاء في يومك كله، ومش مش بيبقى مرة واحدة، انت بتعمل اللقاء ده 5 مرات في اليوم، وهي الفروض الاساسية، غير طبعا النوافل اللي احنا بنزودها علشان خاطر اقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وان احنا نقدر ان احنا نزود من حسناتنا. فمن اول الحاجات اللي هتقدر تشجعك ان انت تلتزم بالصلاة، ان انت تعرف اول ما تسمع الاذان ان ده نداء من ربنا لينا، نداء ان انا عايز اقابلك، انا عايز اشوفك، تعالى. وانت بتقف ما بين ايادي ربنا، كل صلاتك ديت انت في ايد ربنا، بتدعي وبتذكر الله. والصلاة ديت هي معلقة بكل حاجة في الحياة. لو الصلاة بتاعتك دي صالحة هيصلح سائر عملك، طب لو فسدت هيفسد سائر عملك. فدايما نبقى حاطين في دماغنا ان علشان خاطر نشجع نفسنا ان احنا ما نكسلش عن الصلاة. لو انت قاعد في شغلك، قاعدة بتطبخي، قاعدة تتفرجي على مسلسل، اول ما تسمعي الاذان على طول، يعني بدون اي مقارنة، تخيلي ان في حد يعني بينادي عليكي، والحد ده بقى اللي خلقك اللي هو ربنا. فتخيلي بقى ان انت بقى ايه، ما ترديش عليه. يعني حطي كده في دماغك بقى ان انت مامتك لو باباكي لما بينادوا عليكي بتردي عليهم، وان ربنا لما نادى عليكي انت ما قلتلوش نعم ولا حاضر، ساعتها انت هتقومي جري من على السرير، بصوا صواريخ كده هتقومي جري، عشان قلبك هيحركك، هتقولي يعني انا برد على البشر، ولما حد بينادي عليا ولا بيعوزني ولا في الشغل ولا مديري، واقوم جري اشوف محتاج ايه وعايز ايه. ولما ربنا ينادي عليا ويطلب لقائي 5 مرات في اليوم، انا بتكاسل وبتغافل وبكبر دماغي وبقول مش دلوقتي وبعدين، في الوقت ده هتغيري جدا من وجهة نظرك ومن فكرك، ومهما كان في حاجة في ايديكي هتسيبيها وتجري جري، عشان انتي عارفة ان ربنا منتظرك ان انتي تروحي له وتدعي له وتصلي وتكوني بين ايد ربنا. انا بكسل، بسمع الاذان وكل شوية اقول بعد شوية هقوم اصلي، بعد شوية هقوم اصلي، بقى ظهر على عصر على مغرب على عشاء، بعمل حاجتين: يا ما بصليش خالص، يا اما بعمل ايه، يا اما بحط الصلوات كلها فوق بعضها. عايزين نعرف حاجة مهمة جدا، ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتسأل ايه احب الاعمال الى الله، فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ الصلاة على وقتها. فلازم ان احنا على قد ما نقدر نصلي الصلاة على وقتها. طب ازاي اصلي الصلاة على وقتها؟ ان انا اول ما اسمع الاذان، انا سمعت الاذان اهو، الله اكبر الله اكبر، اخش الحمام على طول، اتوضى على طول في ساعتها كده، اسيب التليفون، اسيب الفيس، اسيب المسلسل، اسيب اي حاجه في ايدي، واقوم اتوضى في ساعتها على طول. المؤذن خلص، هقول طبعا الاذكار بتاعت بعد الاذان، لو انا عايز ادعي ان طبعا الدعاء ما بين الاذان والاقامه مستجاب. وبعد كده ايه، اصلي على طول. الحاجة ديت اللي انت هتعملها دي، ان انت اول ما تسمع الاذان تقوم تتوضى وتصلي على طول، هتخليك ملتزم بمواقيت الصلاة، مش هتأخر ابدا ولا تحط صلاة على صلاة. دي من اهم الحاجات اللي بتخلي الانسان ملتزم وما يكسلش عن الصلاة، ان انت اول ما تسمع الاذان تقوم تتوضى على طول، ما تقعدش تستنى اي حاجة ولا ترد على التليفون ولا تشوف مش عارف حاطه اكل على النار وطي على النار، الاكل هيتحرق، طفي البوتاجاز دلوقتي، عندك تليفون مش دلوقتي، لما اخلص
الصلاة. عندك اي حطي كل مواعيدك واولوياتك وترتيب حياتك على وقت الصلاة. اصل انا في شغل، اصل انا في الشارع، اصل انا عندي فرح، اصل واصل واصل 500 الف مبرر علشان خاطر يقولك ايه، انا عشان كده ما صليتش العشاء، انا عشان كده اتاخرت في الصلاه، انا عشان كده حطيت مش عارف الصلاه على الصلاه. طب ايه الحل؟ الحل ان لو حضرتك او حضرتك في الشغل ما فيهاش اي حاجه، لو استأذنتي من زميلك او زميلتك اللي جنبك، او من حتى لو مديرك موجود يعني، وتقولي له لو سمحت 5 دقايق حصل لي، يعني تاخد 5 دقايق من وقتك، وتاخد كده ركن او اي جنب كده في مكان العمل وتصلي. طيب انا في عمل مش هينفع ان انا يعني اسيبه، ولا مش هيحصل كارثه لو سبته ومشيت. تحاول على قد ما تقدر قبل ما الصلاه التانية ان هي تيجي، ان انت قبل ما تمشي من مكان عملك ده تكون صليت الظهر قبل ما تروح، ويبقى الظهر بقى ايه على العصر. دي حاجه، ده بالنسبه ايه للشغل. طيب بالنسبه حضرتك عندك فرح مناسبه يعني، ونازله بقى ايه، وانت عارفه ان انت وانت نازله ان المغرب هيأذن، وطبعا هتروحي الفرح فالعشاء هتأذن، فهترجعي هيبقى عليكي مغرب وعشاء. يبقى حضرتك قبل ما تنزلي وانا لابسه فستان وحاطه الميك اب، وانت لابسه فستان وحاطه الميك اب، قبل ما تلبسي الشوز بتاعك هتستني المغرب. انت عارفه ان المغرب فاضل له 5 دقايق، فاضل له 10 دقايق، فاضل له ربع ساعه. الفرح بيقعد الساعه 12 واحده بالليل. لا قولي كده لاهل بيتك هنصلي المغرب الاول وبعد كده ايه ننزل، بحيث ان انت لما ترجعي من الفرح هيبقى عليكي ايه العشاء. والعشاء طبعا ايه ممتد. دايما ترتبوا مواعيدكم واولوياتكم على مواقيت الصلاه. انت نازله مثلا عندك مشوار وعارفه ان العصر هيأذن، تقولي للناس اللي انت عاطيه لهم ميعاد هنتقابل بعد صلاه العصر، هصلي العصر وانزل، هصلي المغرب وانزل. ده هيخليكي ملتزمة جدا بفكرة الصلاة على وقتها. لما انت ترتبي مواعيدك ويومك وحياتك على مواقيت الصلاة هيخليكي ملتزمة جدا، ومش هتحطي الصلوات على بعضها ابدا. عندك عيد ميلاد، عندك مناسبة، عندك بصوا عندكم ايه بالذي تحطوا المواعيد بتاعتكم على الصلاة. انت مثلا في مكان دلوقتي حضرتي في عيد ميلاد، طيب عندي عيد ميلاد وانا حاضراه دلوقتي والاذان اذن، هتاخدي بعضك تتسحبي كده وتروحي تستأذني من اهل البيت اللي انت عندهم، معلش لو سمحتي ممكن اخش الاوضه ان انا اصلي المغرب او العشاء او ايا كانت الصلاه. فمفيش اي حجه خالص ان احنا نحط الصلاه على بعضها، غير طبعا في السفر وان هي قصر الصلاه وكده، ودي ليها شروط وليها اسباب وليها حاجات كتير جدا. ف نحاول على قد ما نقدر خالص ان احنا نتبع كام حاجة كده عشان تخلينا ان احنا نفوق ونلتزم بالموضوع ده. ان اول حاجة لما نسمع الاذان نعرف ان ده نداء من ربنا لينا، ان ربنا عايز يشوفنا ويقابلنا، فنقوم جري نقول له ايه حاضر يا رب. تاني حاجة ان احنا اول ما نسمع الاذان نقوم على طول جري نتوضى ونقعد كده نقول الاذكار وندعي ونصلي الصلاة على وقتها. مهما كانت ظروفك تحطي مواعيدك على مواقيت الصلاة. تالت حاجة هتساعدك جدا على الموضوع ده الدعاء. سيدنا إبراهيم دعا ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالدعاء هو برضو سلاح للمؤمن، هيقويكي ان انت ويعينك على الصلاة، وانت كمان بتطلبي الدعاء وان انت تكوني ملتزمة على الصلاة. مش ليكي انت بس، لا ده ليكي ولكل ذريتك. وتحاولي ان انت كأم او كأب ان انتوا تعملوا ايه، ان انتوا تربوا اولادكم على الصلاة، وان انتوا تعودوهم ان اهم حاجة عندنا في حياتنا واهم ركن في الاسلام وعماد الدين هو الصلاة. لو انت اقمتها فانت اقمت الدين، ولو هدمتها هدمت الدين. لو صلحت هيصلح سائر عملك، طب لو فسدت هيفسد سائر عملك. تمام. فلازم ان احنا نعلم ولادنا من وهم صغيرين عن الصلاة، وعايزين نعرف ان احنا قدوة لاولادنا. لما هيشوفوك او يشوفوكي كأم او اب بتصلوا هيقلدوكوا وهيعملوا زيكوا، هيبقوا عايزين يعرفوا
يعني انتوا ليه بتصلوا؟ هيبتدوا يسألوك انتوا بتصلوا ليه، والصلاة اهميتها ايه، ويعني ايه صلاة، ويعني ايه يعني ايه اذان، هيسألوكوا. فلازم تبقوا انتوا على خلفية وعلى علم كبير جدا عشان تقدروا تحببوهم في الصلاة، وتقربوهم من الصلاة، وتخلوهم على حب وعلى ود بالصلاة من وهم صغيرين. طيب في حد هيقول لي ان انا ملتزم في الصلوات كلها طول اليوم، واصعب صلاة بالنسبة لي هي صلاة الفجر، وفي ناس اصعب صلاتين بالنسبة لهم هي صلاة الفجر وصلاة العشاء. طيب مبدئيا كده هنبدأ بصلاة العشاء. العشاء عشان ما تكسلش عنها، وعلشان ما تقولش بقى ايه، ما هي ممتدة وابقى اصليها قبل ما انام. اول ما الاذان يأذن تصلي العشاء في ساعتها. لو انت في الشارع مثلا راجل او ست، وتوفر حواليكي مسجد وسمعتي الاذان، حودي على المسجد صلي العشاء وبعدين روحي البيت. انت قاعده في البيت وسمعتي الاذان، قومي صلي. انت عند ناس بتزوريهم وسمعتي الاذان، استأذني وقومي صلي. كل الحاجات دي هتخليك ان انت ما تاخريش العشاء، ما تكسريش عنها وتنامي وتسيبيها لحد ما يجي بالليل كده، وتبقي اخرتيها ايه بدون اي عذر وخلاص. طيب الفجر اللي فيه مشكله كبيره جدا مع الناس، وكان منهم طبعا انا ما كنتش ملاك، يعني انا بقول لكم خبراتي والحاجات اللي انا جربتها وجابت فعلا نتيجة. لان طبعا خيركم من تعلم العلم وعلمه. طالما انا عرفت معلومة او نصيحة وحاجة جربتها وجابت معايا نتيجة، ما ينفعش ان انا اكتم العلم كده جوايا واقول ايه عشان انا ابقى احسن حد في الدنيا. مش ده العلم. العلم اللي احنا لما نعرف معلومة كويسة نقدر نفيد بيها غيرنا، ونخلي الناس كلها تمشي على الطريق الصح. طيب ازاي يا جادة حاولتي تنتظمي على صلاة الفجر، او ايه الحاجات اللي عملتيها خلتك تنتظمي على صلاة الفجر؟ مبدئيا كده الحاجة اللي بعيدة عن تجربتي الشخصية وبينصح بيها معظم الشيوخ وكده، ان الناس تنام بدري. ان انت تحاول تنام قبل الفجر ب3 4 ساعات، عشان خاطر تقدر ان انت لما تيجي تقوم تصلي الفجر، ان انت يكون عقلك حاضر ومستيقظ وتكون قادر ان انت تقف تصلي، ومتبقاش ايه نايم على نفسك يعني بمعنى اصح. فكانوا دايما بيشجعوا ان الناس تنام بدري، علشان خاطر يقدر ان هو لما يجي يصلي الفجر ما يبقاش ايه متضايق او متقدر، ويبقى قادر ان هو يصلي. طيب ايه الحاجة اللي انتي جربتيها؟ الحاجة بقى اللي انا جربتها يعني حاجات كتير. الاول طبعا الشيطان ما سيبنيش في حالي ابدا. كنت قبل ما انام بدعي ربنا ان انا ما اصحاش الفجر. بجد يا كده، اه والله العظيم كانت حاجه كده جوايا. اقول ايه بقى، حاجه كده من جوه يعني، ان شاء الله بقى انا ما اسمعش الاذان عشان انا ما احسش بالذنب ان انا ما صليتش وابقى نايمه. فلما اصحى اقول ده انا ما سمعتش الاذان، فانا كده ايه معليش وزر ولا حاجه واصلي عادي. ولا انا بص انا بتكلم معاكم بمنتهى الامانه والصراحه يعني. فكانت حاجه كده قبل ما انام، مثلا ببقى صليت كل الصلوات عادي والعشاء والقيام وكل حاجه. اجي مثلا قبل ما انام اقول يا رب بقى انا تعبانه وجسمي وجاني، فايه ده انا لو ما سمعتش بقى الاذان يبقى ايه عشان خاطر ما احسش بالذنب. فكنت اعمل كده قبل ما انام يعني. وكان فعلا ايه ما بصحوش الحمد لله. جيت بعد كده حسيت ان انا بعمل جريمه قصوى، ان انا بدعي ربنا ان انا ما اقومش اصحى اصلي. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بعمل حاجه صعبه جدا يعني. بدل ما ادعي ربنا ان انا ابقى من الناس اللي ربنا اصطفاهم في صلاه الفجر، ادعي ربنا ان انا ما اصليش الفجر. فايه فوقت نفسي كده واديت لنفسي قلم على وشي. وقلت لا، انا قبل ما انام هقول يا رب انا عايزه اصحى اصلي الفجر، صحيني على اذان الفجر. انا بتكلم معاكم بمنتهى الامانه والتجربه الشخصيه بتاعتي. فكنت قبل ما انام احط جوايا كده يا رب انا عايزه اصحى اصلي الفجر. يا رب ايه، يا رب اجعلني من الناس اللي انت اصطفيتهم واخترتهم مخصوص كده ان هم يصلوا الفجر. طبعا اول حاجه حصلت ان فعلا ربنا استجاب لدعائي. وكنت اول ما يجي الشيخ يقول الله اكبر الله اكبر في صلاه الفجر عينيا تفتح بقوم. فطبعا الحمد لله كانت نعمة كبيرة جدا من عند ربنا وفضل ان انا ربنا استجاب لدعائي في الليلة ديت. وقعدت فترة كبيرة جدا فعلا ان ربنا كان بيصحيني الوقت ده بتاع صلاة الفجر. طبعا عشان انا مش بسكت وبحب ان انا انشر الاخبار العالمية والجوية، ورحت قلت للعالم العربي والاوروبي والمصري كله على اللي حصل. اختفى.
الموضوع اختفى، وما بقتش بصحى ابدا على الاذان بالظبط، بصحى بعديه بساعتين. يعني لو الاذان مثلا كان 4 بصحى 6، لو كان 5 بصحى 7، ما بصحاش ابدا على الوقت، بصحى ايه بعديه. طيب عملتي ايه يا جهده؟ كنت بقوم اصلي بس كنت متضايقه، كنت بقول ايه، هو انا ربنا زعلان مني؟ هو انا ليه ما بقتش بصحى يعني على الاذان؟ ده انا كنت بصحى من غير اي حاجه وكده وبتاع. بدأ الشيطان برضو يخش لي من حتة ان انا بصلي وكده، فبدأ ان هو ايه يحليلي فكرة ان انا اصحى بعدها بشوية. لو مش مشكلة، ما انا كده كده لسه في الوقت يعني، ابقي اصحي ايه لما تصحي ابقي صلي وخلاص. بعد كده برضو بدأت افوق نفسي. عشان كده بقول لكم لازم الانسان يبدا ان هو يعيد حساباته، وان هو ينبه نفسه، وان هو يحاسب نفسه بنفسه كده، ما يستناش حد يحاسبه. يعني هو كده يرتب نفسه بنفسه، ويعاقب نفسه بنفسه، وياخد باله كده، ويفوق نفسه، ويدي نفسه قلمين كده علشان ايه يفوق قبل فوات الاوان يعني. فحصل كده بقى، حاسه برضو لا انا متضايقه وكده بقى ايه. انا ما بقتش بصحى لوحدي وقت اذان الفجر، وبقيت بصحى بعدها بشويه ومش عارف ايه وكده. طيب ايه الحل بقى؟ الحل ان احنا ما عندناش اي مبرر ولا عذر في عصر التكنولوجيا. كلنا عندنا تليفونات، والتليفونات فيها حاجتين، فيها ان انت تنزل تطبيق الاذان من على التليفون او المنبه. حاجتين اهم، هتظبط المنبه على صلاة الفجر، الفجر بيأذن الساعة 5، هظبط المنبه الساعة 5. او لو انت من الاشخاص اللي بتقوم متضايق ومتقدر ومخنوق ومش هتعرف تصلي ولا تبقى مركز، تظبطه قبلها بساعة، تقوم كده تصلي ركعتين كده وتذكر ربنا وتقرا شوية قرآن كده، وبعد كده تستنى صلاة الفجر. لو بتصحى فايق تصلي، تصحى على طول على الميعاد. او تنزل تطبيق المؤذن اللي طبعا بيبقى متظبط على مواقيت الصلاة. طبعا تطبيق الاذان ده موجود طبعا على التليفونات، ممكن تنزله من على الانترنت طبعا، وده بيبقى فيه كل مواقيت الاذان، وبيأذن وقت ما الاذان بيأذن. فانا لما عملت الحاجات دي اللي هو، انا مفيش بني ادم عنده حجه انه ما يصليش الفجر ابدا. اصل انا بنام وبتروح عليا نومه، اظبط المنبه. اصل انا برجع من الشغل تعبان وببقى قايم جسمي متكسر ومتدغدغ، نام شويه بدري واظبط المنبه قبلها بساعه. اغسل وشك بميه ساقعه كده وفوق نفسك كده، واقعد كده اذكر ربنا لحد ما الاذان بيأذن. اصل انا عيالي قرفني طول اليوم ومش عارف ايه وكده، معلش الصلاه اللي انت بتصليها الصبح دي هتاخدي عليها اجر وثواب، ربنا عالم بجهادك ان انت بتجهدي علشان تقومي تصلي. وعلى فكرة الناس اللي بتصلي صلاة الفجر دي هي الناس اللي ربنا اصطفاهم لصلاة الفجر. وانت بتصلي الفجر كده اعرفي ان ربنا اختارك واصطفاكي لصلاة الفجر، ربنا بيصطفيهم كده. طب ليه الصلاة دي بالذات اللي ربنا بيصطفي فيها الناس؟ لان ده الوقت اللي الناس فيه بتبقى يا نايمة، يا اما اللي قاعد بيلعب، يا اما اللي قاعد بيزعق، يا اما اللي بيتخانق، يا اما اللي في غفله، يا اما ويا اما ويا اما، ده اكتر وقت، واللي نايم طبعا ومش عارف ايه. فالناس في الوقت ده ربنا بيصطفي العباد بقى اللي هي المؤمنة، اللي هي عايزة تجاهد في سبيل الله، اللي هي بتحارب الشيطان وبتحارب نفسها وبتحارب كل حاجة عشان خاطر توصل لرضا الله سبحانه وتعالى. فربنا بيصطفيهم كده، بينقيهم كده ان هو ايه يخليهم من المصطفين، او اللي ربنا بيختارهم يصلوا الفجر. فتخيل كده وانت واقف بتصلي الفجر، من جواك كده تقول اه الله، ده انا من الناس اللي ربنا اصطفاهم علشان يصلوا الفجر، ده انا ربنا مختارني مخصوص عشان اصلي الفجر. هتحس باحساس حلو جدا، ومش هتبطل ابدا تصلي الفجر. فاحنا في التكنولوجيا اللي احنا فيها محدش عنده اي مبرر او عذر ان هو يقول لك انا اصل انا هيروح عليا نومه، اصل انا نايم تعبان، اصل الدنيا ساقعه. ده انت في الدنيا الساقعه دي بقى ثوابك واجرك اعظم واعظم واعظم بكتير جدا جدا. ربنا عالم السقعة وشدة البرودة، وان انت بتشيل كده البطانية او اللحاف وبتقوم وتتوضى وانت متكتك كده علشان تقف تصلي. قد ايه الصلاة بتاع صلاة الفجر في الشتاء اجرها بيبقى عظيم جدا جدا جدا، لان ربنا عالم شدة البرودة، وان انت بتجاهد نفسك وتجاهد الشيطان عشان خاطر تصلي. فمفيش اي
حاجة خالص دلوقتي تقدر ان هي تبعدنا ابدا عن الصلاة، واديت لكم طبعا الحلين بتوع صلاة الفجر وصلاة العشاء، ازاي ان احنا نلتزم بيهم. صلاة العشاء الاذان يأذن نصلي على طول، صلاة الفجر نظبط المنبه قبل ما ننام او المؤذن اول ما يبقى المنبه يضرب يعني نقوم على طول، ما نقعدش بقى نفكر لما الإقامة تقيم هقوم أصلي، لما الشيخ يخلص الأذان هقوم أصلي. مش هتقوم هتنام. أول الله أكبر الله أكبر شد على طول، قوم اجري على طول اتوضى، عبال ما انت تتوضى هيكون الشيخ خلص الأذان وتصلي على طول. طب أنا بعمل بقى كل الحاجات دي كده، بس أنا ما عنديش خشوع في الصلاة، بس أنا ساعات بحس بفتور، بس أنا ساعات ببقى كده ايه يعني مش مبسوط. صلي، مش حاسس بخشوع، هيجي وقت وقلبك هيحس بمعاني الآيات. المهم ان انت تصلي. الصلاة هتيجي في يوم لو حد بيعمل مثلا معاصي او بيعمل ذنوب او كده بتنهى عن الفحشاء والمنكر، فانت مثلا حاسس دلوقتي انت بتصلي بس قلبك مش حاضر، صلي. هيجي في يوم من الايام قلبك هيحضر. لما تبتدي علشان قلبك اصلا يحضر مع الايات، انت بتقرا ايه؟ القرآن. فالقرآن ده هو تفسير واحكام وشرائع، لما هتفهمها قلبك هيحضر وانت بتقرا الايات. فاللي عايز يخشع في الصلاة يفهم الايات اللي هو بيقولها، حتى لو بيقرا بالصور القصيره يخش كده يقرا التفسير بتاعها ويشوف معانيها ايه. فوانت بتقول كل كلمه هتحس قلبك هيحس بيها، فهتخشع في الصلاه. والخشوع في الصلاه ده بيجي مع الوقت، وبيجي بفضل وبرزق من ربنا سبحانه وتعالى. المهم ان انت تصلي، مفيش حجه، ما تقولش اصل انا مش بخشع فصلاتي مش مقبوله. صلي، هيجي في يوم من الايام قلبك هيحضر وان شاء الله صلاتك تقبل منك. اصل انا بصلي وانا متقدر ومتضايق ومخنوق ومتعصب ومش عارف ايه. صلي، الصلاه هتخليك ان انت تكون شخص هادي، ربنا هيهديك وهينور طريقك وهينور بصيرتك، وكل حاجه هتبقى كويسه مع الصلاه ان شاء الله. يبقى من النهاردة عايزين ناخد عهد كده ووعد مع نفسنا ان احنا نغير نفسنا للافضل، وان احنا نحاول نحافظ على اهم ركن عندنا، وان احنا ما نكروتش الصلاة وما نصليهاش بسرعة، يعني اللي هو ايه كروته، لا 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 بسرعة كده، لا. لازم الاركان نأديها على حقها. مينفعش اكون انا بصلي وبتفرج وببص بعينيا على البيت كله، مينفعش اكون بصلي وبسقف وبنادي على الناس اللي حواليا، مينفعش اكون بصلي وعينيا على العيال اللي حواليا، لا. الصلاة ديت لازم يبقى يكون ليها احترام، ويكون ليها خشوع، ويكون ليها مكان كده تاخد بعضك كده، مش تقف تصلي في وسط الناس كلها كده وتبقى دماغك كلها شغالة مع اللي بيتكلم واللي بيزعق واللي في مشكلة، ودماغك كلها في المشكلة وانت اصلا مش في. ما هو ده اللي بيخلي بقى البني ادم ما عندوش خشوع. تاخد بعضك كده في اوضه منفصله كده وتصلي. عندك اطفال وكده، هم هتسيبيهم بيلعبوا قدامك كده وبتاع، وتاخدي جنب كده وتصلي. طبعا انت بتبقى البيت امان، مقفله البيبان، طافيه البوتاجازات بتاعتك، مش عارف ايه. انا بقول لكم الحلول يعني عشان خاطر ما حدش يبقى ايه متقدر او بيلهي نفسه عن فكره الصلاه. فاتمنى ان الفيديو يكون كان خفيف. اتمنى النصائح اللي انا قلتها ان هي تكون خفيفة. حاولت على قد ما اقدر ابسط لكم ازاي ان احنا نكون ملتزمين وما نتكاسلش عن الصلاة. اديت لكم 3 حاجات مهمين جدا، لو التزمتوا عليهم هتكونوا فعلا ملتزمين على الصلاة ومش هتقطعوها. من اهم الحاجات ان احنا ندعي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طول الوقت ندعي العبادات علشان تفضل على ثبات، مش هتفضل ثابته غير بان احنا ندعي يا رب ثبت قلوبنا، يا رب اجعلنا من مقيمين الصلاه. نفضل ندعي كده طول حياتنا. وطبعا احنا في جهاد كبير جدا، جهاد مع النفس وجهاد مع الشيطان وجهاد مع الفتن، وكل دول صعبين جدا. وكل ما هتنجح في حاجه فيهم ايمانك وقربك من ربنا هيزيد. حاولوا ان انتوا لو عندكم اطفال ان انتوا تحببوهم في الصلاة، سمعوهم الفيديو وحسسوهم قد ايه ان العبادة دي سهلة ويسيرة وبسيطة، ما بتاخدش ادنى وقت من يومك. كل صلاة لو صليتها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. فنحاول ان احنا نلتزم وننتظم ونقوي نفسنا كده على اهم حاجة.
واتمنى الفيديو يعجبكم، وادعي ليا وليكم ان ربنا يجعلنا من مقيمين الصلاة ويثبت قلوبنا على دينكم، وادعولي معاكم. وان شاء الله يكون الفيديو كان مفيد، وتكون النصائح كانت خفيفة وسهلة وبسيطة، وحاولت ايسر لكم على قد ما اقدر. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وفي موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي باي.